السلام عليكم، معكم محمد الطنوبي، ودي إن شاء الله الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات الدوكر أند كوبرنيتس. هنبدأ الحلقة الخامسة في إن إحنا نتعرف الأول إيه اللي إحنا خدناه في الحلقة الرابعة. الحلقة الرابعة كانت عن الدوكر نتوركينج، وبدأنا مع أول نوع وهو البريدج نتورك. وقلنا إن الطيب ده من النتورك بيكون اتاتشد مع أي نيو كونتينر، يعني هو الديفولت نتوركينج تايب لأي نيو كونتينر. وقلنا ان من ضمن اهم الاسبيكس الخاصه بالبريدج نتورك، قلنا ان اي كونكشن بيحصل بين الكونتينر والكونتينر التاني على ذا سيم هوست، واخدين النتورك طيب اللي هو البريدج. الكونكشن بيحصل عن طريق عن طريق الاي بي بتاع كل كونتينر. خدنا نوع تاني وهو اليوزر ديفايند نتورك، وقلنا ان اليوزر ديفايند نتورك هو نفس السبيكس الخاصه بالبريدج نتورك، لكن الاختلاف الوحيد ان الكونكشن بين اي كونتينر والتاني على ذا سيم هوست بيتم عن طريق بيتم عن طريق النيم بتاع كل كونتينر، وليس الاي بي بتاع الكونتينر فقط زي ما حصلنا في البريدج نتورك. خدنا نوع ثالث من الدوكر نتوركينج تايب وهو الهوست نتورك، وقلنا ان الكونتينر اللي بيكون التايب بتاعه هوست نتورك الكونتينر بيأكت از كما لو انه الهوست، يعني هتلاقي ان البورت بتاع الكونتينر هو بيكون البورت بتاع الهوست نفسه. واخر نتوركنج تايب خدناه هو النون، وقلنا ان الكونتينر اللي بيكون التايب بتاعه نون بيكون ايزوليتد تماما، يعني الكونتينر ما يقدرش ياكسس اي الانترنت ولا يحصل كونكشن بينه وبين اي كونتينر تاني. عرفنا في اخر الحلقة النتورك درايفرز، وقلنا ان ده هو النتورك تايب وبيكون واخد نفس النيم بتاع النتورك بتاعه. يعني البريدج نتورك بيكون النتورك درايفر بتاعه بريدج، والهوست نتورك بيكون البريدج بتاعه هوست. و اما في حاله النون فهو ملوش نتورك درايفر. وتقريبا نفس انواع الدوكر نتوركينج التانية بيبقى الدرايفر بتاعهم نفس النوع، اللي هو هتبقى الاوفرلاي والماك فيلين والاي بي فيلين تقريبا نفس الحاجه. تعالى بقى نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده اللي هي بتتكلم عن الاستورج في الكونتينرز. بصوا يا شباب، انا هقول لكم الانواع الاستورج في الكونتينرز عن طريق الاول ان انا اشرح لك في شكل امثله، وبعد كده نبدا في نتعرف على على الانواع، ومن خلال الامثله هتعرف ايه التايبس الخاصه بالاستورج. طيب، هو الاول انا عاوز كده نتذكر هو ايه الغرض اصلا من الكونتينر. الغرض من الكونتينر ان هو ينفذ لي ابلكيشن. قلنا ان الكونتينر في الاخر ده ما هو الا ابلكيشن، يعني كونتينر بايثون فبينفذ لي ابلكيشن بايثون، كونتينر انجن اكس فبينفذ لي ابلكيشن انجن اكس. اذا الكونتينر بيسيميوليت الابلكيشن اللي جواه. طيب بالنسبه بقى للابلكيشن اللي جوه الكونتينر ده، مش الاستورج؟ ايوه. طيب هي الاستورج بتاعت الابلكيشن دي نظامها ايه؟ انا عندي نوعين من الاستورج بتاعت الكونتينرز. لو انا قدرت اوصل للاستورج بتاعت الابلكيشن جوه الكونتينر والكونتينر اب اند راننج، وما قدرتش اوصل لها والكونتينر ترمينيتد، فده الطيب الاولاني من الاستورج اوف كونتينرز، وهو النون بيرسيستنت داتا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاستورج بتاعه الكونتينر او الاستورج بتاعه الابلكيشن مرتبطه باللايف سايكل بتاع الكونتينر. وانس ان الابلكيشن او الكونتينر ترمينيتد، فالاستورج بتاعه الابلكيشن دي ايضا ترمينيتد وما اقدرش اوصل لها. فده الطيب الاولاني من الاستورج اوف كونتينرز، وهو النون بيرسيستنت داتا. طيب، انا ده مش هدفي. انا هدفي ان انا افصل اللايف سايكل الخاصه بالاستورج اوف كونتينر عن الكونتينر ذات نفسه. وده هيودينا للنوع الثاني من الاستورج وهو وهو البيرسيستنت داتا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اقدر اوصل للاستورج الخاصه بالابلكيشن حتى وان كان الكونتينر ده ترمينيتد. طب ما ده برضو مين اللي هيحل لي المشكله دي؟ الدوكر هو اللي حل لي المشكله دي. الدوكر قال لي ان انا عندي حل اسمه الاستورج درايفرز. قال لا، هو ده في فرق ما بين الدرايفرز اللي انا اتكلمتها الحلقه اللي فاتت والدرايفرز اللي احنا هنتكلم عنها في الحلقه دي؟ الدرايفرز في الحلقه اللي فاتت كانت اسمها نتورك درايفرز، اما الدرايفرز في الحلقه دي فهي الاستورج درايفرز. طيب،
الفكره من الستورج درايفرز دي ايه؟ بص يا سيدي، الدوكر قال لنا انا هعمل لك حاجه اسمها درايفرز، وهتكون ستورد في مكان معين وليكن على الهوست بتاعك، بحيث ان الكونتينرز طول ما هي اب اند راننج فهي تقدر تكتب وتخزن الاستورج بتاعت الابلكيشن بتاعتك فين؟ ايوه في الدرايفرز، اللي هي اصلا فين؟ اللي هي اصلا بره الكونتينر. قال لا، معنى كده ان لو الكونتينر ده ترمينيتد فالاستورج دي هتفضل عايشه واقدر اكسسها. ايوه، لان هي اصلا بره الكونتينر، فانا كده قدرت ان انا افصل اللايف سايكل الخاصه بالستورج اوف كونتينرز عن اللايف سايكل الخاصه بايه؟ بالكونتينر ذات نفسه. طيب انا محتاج بس اوضح لك حاجه بسيطه قبل ما نخش في حته البرسيستنت والنون برسيستنت داتا ان اكشن، يعني نطبق شويه عملي. يعني ايه الحاجه اللي انا عاوز اوضحها؟ انت لما كنت بتعمل بول لاي ايمج، فهو بيعمل ايه؟ فهو بيعمل بول لشويه لايرز. اللايرز دي يا شباب بتكون ايه؟ ريد اونلي لايرز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ما ينفعش انك تعدل في اللايرز دي. طيب انا بقى لما باجي ارن الايمج دي، فناتج عمليه الرن ده بيكون ايه؟ بيتحول ان انا بقى عندي كونتينر. طب هو ايه اللي حصل في الباك جراوند؟ اللي حصل في الباك جراوند ان الدوكر راح كريت لك لاير فوق اللايرز بتاع الايمج، اسمها ايه؟ اسمها كونتينر لاير. الكونتينر لاير ده بقى بيبقى فيه كل التشنجز اللي بتحصل جوه الكونتينر. اي حاجه بتحصل جوه الكونتينر بتكون فين؟ بتكون في الكونتينر لاير. اذا الكونتينر ده ايه؟ ريد رايت لاير. طيب اللاير دي بتكون فين؟ بتكون في فولدر جوه الدوكر هوست، وطول ما الكونتينر ده موجود فالفولدر ده موجود، وبالتالي فالاستورج ايه؟ موجوده. طب لو عملت ريموف للفولدر ده فكل الاستورج الخاصه بالكونتينر ده بتضيع. طيب هو المكان اللي الدوكر بيمنتين فيه الايمجز والاستورج بتاع الكونتينرز، وهو موجود فين؟ في حاجه اسمها var lib docker. تعالى دلوقتي يا شباب ندخل جوه الباص الخاص بالفار ليب دوكر وندخل نشوف ايه اللي جواه. لو عملنا سي فار ليب دوكر وعملنا ليست للدرز اللي جواه، هتلاقي ان انت عندك شويه درز اهمهم الكونتينر والايمج والفوليومز والستورج درايفر الخاص بالدوكر اللي هو الديفولت 1 اللي هو اسمه الايه؟ الاوفرلاي 2. ومعنى ان ده ستورج درايفر يا شباب معناه ايه؟ معناه ان بيكون جواه اي تشينج بيحصل في الدوكر بيكون جوه الداير او الستورج درايفر اللي هو اسمه اوفرلاي 2 اللي هو الديفولت ستورج درايفر. يبقى اذا عملت بول ايمج هتلاقي جوه الستورج درايفر ده في داير خاص بالايمج اللي انت عملت لها بول. عملت كرييشن لكونتينر من الايمج دي، فهتلاقي ان هو راح كريت لك داير تاني خاص بالكونتينر اللي انت عملت له كرييشن. طيب تعالى كده نشوف جوه الاوفرلاي 2 ده في ايه. والليست هتلاقي ان انت عندك تو دايرز مالكش دعوه بيهم. لو عملنا بول لاي ايمج، يعني تعال نشوف هنا دوكر بول لايمج وليكن مثلا سينت اوس، فهي المفروض ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان هنا يتكريت فولدر تاني خاص بالايمج اللي اسمها ايه؟ سينت اوس. تمام. احنا لو هنا جينا عملنا ليست تاني هتلاقي فعلا ان اتكريت لك فولدر خاص باللاير اللي اسمها ايه؟ اسمها اللي خاصه بالايمج اللي اسمها سينت اوس. لو دخلنا جوه الداير دي فهتلاقي ان انا عندي تو فولدر. خلينا ندخل جوه الديف وعملنا ليست، فهتلاقي ان انت اكنك دخلت جوه السينتوس ماشين ولقيت الايه؟ لقيت شويه الدايرز الخاصه بالسينتوس ماشين. طيب تعالى نطلع بره تاني والليست تاني، ندخل جوه الاوفرلاي وخلينا نرن الايمج اللي اسمها سينت او اس وندخل جواها دوكر رن داش الاي تي داش داش النيم اللي اسمها سينت او اس، والايمج اسمها برضو سينت او اس، وخلينا ندخل جواه في الباتش. دخلنا كده جواه. لو رحنا مثلا جوه
لا، قبل ما اخش هتلاحظ، تعالى شوف هنا في تشينج حصل في الاوفرلاي. احنا كنا قلنا الاول ان انت لما عملت ليست للاوفرلاي هتلاقي ايه، ان هو راح كريت لك فولدر خاص بالايمج. وقلنا ان الفولدر ده بيكون عبارة عن اللاير الخاصة بالايمج لاير. يعني لو رحنا هنا هتلاقي ايه، هتلاقي ان انت دلوقتي عندك اللايرز الخاصة بالايمج، وهي ايه، هي ريد اونلي لاير. فوانس ان انت عملت كرييشن للكونتينر اللي اسمها سنت او اس، فالدوكر راح كريت لك لاير خاص بالكونتينر. واي تشينج بيحصل في اللاير دي فبتكون المفروض فين، فبتكون المفروض في اللاير الخاص بالكونتينر. تعال نشوف. انا دلوقتي هكريت فايل جوه الانجن، جوه السنت او اس كونتينر. خلينا ندخل جوه التمبرري فولدر ونكريت فايل وليكن touch فايل دوت اس اتش. الفايل ده بقى جوه فولدر اسمه ايه، اسمه temporary. خلينا المفروض كده نروح نلست الاوفرلاي 2 تاني، فهنلاقي المفروض ايه، هتلاقي ان المفروض بقى فيه دايرز خاصة بالكونتينر، وده اللي هو اللاير اللي الدوكر هوست ضافه لك عشان انت كريت كونتينر، وده بيكون ريد رايت لاير. هتلاقي فعلا ان انت عندك بقى ضاف لك 2 دايرز خاصة بالايه، خاصة بالكونتينر. خلينا نشوف الداير ده. المفروض دلوقتي لو انا دخلت جوه الايه، جوه الديف، فلاقي ايه، فلاقي المفروض اللي تشينج اللي حصل جوه الكونتينر. يعني لو عملنا ليست هتلاقي فعلا ان انا عندي داير اسمه تمب، دخلنا جواه هتلاقي بقى عندي ايه، بقى عندي الفايل دوت اس اتش اللي انا ايه، اللي انا كريته جوه الكونتينر. طيب تمام يا شباب، احنا دلوقتي ايه اللي حصل؟ دلوقتي اللي حصل ان الكونتينر بيأكسس الستورج درايفر، وبيحط الداتا اللي جوه الكونتينر في الستورج درايفر ده. طيب هو كده ما ظهرش معانا لسه حته النون بيرسيستنت داتا والبيرسيستنت داتا. طب امتى تظهر بقى؟ هتظهر لو انا عملت ترمينيشن للكونتينر اللي هو سنت او اس ده. فهنشوف هل الفايل اللي انا كريته جوه الكونتينر لسه موجود ولا لا، وده هيوضح لي حته النون بيرسيستنت داتا او البيرسيستنت داتا. فلو هو نون بيرسيستنت داتا المفروض ان انا ايه، ما اقدرش ان انا اشوف الداتا اللي اتكريتت جوه الكونتينر حتى لو الكونتينر حصل له ترمينيشن. لو هو بيرسيستنت داتا فالداتا لسه اكزيستد. طيب تعالى نشوف كده. انا دلوقتي هعمل اكزيت وهروح اريموف الكونتينر ده، دوكر ارم للكونتينر اللي اسمه سينتوس. فانا لو جيت الداير الخاص ب اوفرلاي تاني سي دي فار لب دوكر، عملنا ليست. تعالى كلير ليست تاني، ادخل جوه الاوفرلاي وعملنا ليست. هتلاقي ايه، هتلاقي ان اللايرز اصلا اللي انا كريتها للكونتينر ده ايه، حصل لها ترمينيشن. يعني كده الستورج لايف سايكل مرتبطه ارتباط وثيق باللايف سايكل الخاص بالكونتينر. يبقى ده ظهر معانا اول نوع وهو الايه، وهو النون بيرسيستنت داتا. ان الداتا اللي انا كريتها جوه الكونتينر وانس ان الكونتينر حصل له ترمينيشن، فانا الداتا ديت ايه، ضاعت. طيب تعالى بقى يا شباب نروح للنوع الثاني من الاستوريج، وهي الايه، وهي البرسيستنت داتا. هو انا ممكن اعمل برسيستنت للداتا باكتر من طريقه. الطريقه الاولى هي الهوست فوليوم، وده معناه ان بيكون عندك فولدر متكريت على الدوكر هوست بتاعك، بيكون متشاف جوه الايه، جوه الكونتينر. اعتبره اكنه ايه، اكنه شورت كات كده، بمعنى ان اي تشينج على الفولدر اللي موجود على الدوكر هوست اوتوماتيك بيترفلكت فين، جوه الكونتينر. طب تعالى نجرب ان احنا نكريت فولدر على الدوكر هوست ونماونت الفولدر ده جوه الايه، جوه الكونتينر. يعني لو رحنا كريتنا داير على الدوكر هوست وقلنا مثلا انا عايز اكريت داير وليكن اسمه سلاش هوم، اسميه مثلا داتا. انا عندي دلوقتي داير، الداير ده لو دخلت جواه هتلاقيه ان مفيش
اي حاجة جواه cd ls هتلاقيه تمام فاضي. لو رحنا كريتنا كونتينر وليكن مثلا انجن اكس كونتينر وعملنا ماونت للفولدر اللي احنا كريتناه على الدوكر هوست جوه الانجن اكس كونتينر عشان اي تشينج يحصل في الفولدر ده اوتوماتيك تريفلكت فين في الكونتينر. طيب دوكر ران داش الاي تي داش النيم انجن اكس الفيرجن ونعمله داش في. انا عايز اعرف الفول باس بتاع ده طلع ان الفول باس سلاش داتا انا عايزه يترفلكت جوه مثلا الباس الخاص ب مثلا نفس الباس برضو وليكن نفس الباس جوه الكونتينر والايمج اسمها انجن اكس وعايز ادخل جوه. يبقى دلوقتي انا عملت ايه؟ انا بحاول ارن الانجن اكس كونتينر اللي اسمه انجن اكس وعملت ماونت للفولدر اللي انا مكريته على الدوكر هوست اللي هو سلاش هوم سلاش داتا وكتبت نفس الباس جوه الكونتينر اللي هو سلاش هوم سلاش داتا. معنى كده ان انا لو دخلت جوه الكونتينر فاي تشينج بيحصل في الفولدر اللي هو موجود على الدوكر هوست اوتوماتيك بيترفلكت فين جوه الباس ده جوه الكونتينر. تمام انا كده دخلت جوه الانجن اكس كونتينر. تعال بقى نكريت اي حاجه على الدوكر هوست جوه الفولدر اللي احنا كريتناه وليكن مثلا تاتش فايل دوت اس اتش نفس الحاجه اللي احنا كريتناها يعني. المفروض الفايل دوت اس اتش ده لو رحنا جوه الكونتينر فانا الاقي الفايل ده. تعالى نروح ل سلاش هوم سلاش داتا. المفروض انا لو عملت ليست فالاقي ايه؟ فالاقي الفايل اللي هو موجود على الدوكر هوست هو اللي موجود فين جوه الكونتينر الاس. ففعلا لقيت الفايل اللي هو فايل دوت اس اتش. يبقى اذا ده اول تايب ان انا اقدر اسيف الداتا الخاصه بالكونتينر عن طريق اكريت فولدر على الدوكر هوست يكون متشاف جوه الكونتينر واي تشينج على الفولدر ده على الدوكر هوست اوتوماتيك بترفلكت فين جوه الكونتينر. خلينا نبدا يا شباب في التايب الثاني من الفوليوم تايبس وهو الانونيمous فوليوم. باختصار الانونيمous فوليوم ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان انت بتعمل ماونت للداتا جوه الكونتينر عن طريق فولدر ايضا متكريت على الدوكر هوست ولكن مش انت اللي مكريته. امال مين اللي كريته لك؟ اللي مكريته هو الدوكر وبيكون واخد راندوم هاش كده تحت الفولدر اللي هو فوليومز في الباس اللي هو var lib docker. يعني لو جينا رحنا cd var lib docker وعملنا ليست دخلنا جوه الفولدر اللي هو فوليومز هتلاقي ان المفروض هنا وانس ان انت عملت ماونت للكونتينر اللي انت هتكريته كمان شويه فهو المفروض الدوكر يروح يكريت باي ديفولت هنا فولدر خاص بالفولدر اللي هتعمل له ايه؟ اللي هتعمل له ماونت جوه الكونتينر ده. طب تعالى هنا نرن كونتينر وليكن مثلا عاوز ارن انجن اكس داش اي تي داش النيم داش النيم انجن اكس داش الفي. انا هقول له ان انا عاوز اماونت جوه الكونتينر في الباس اللي هو اسمه var واقول له مثلا lib واقول له الداتا مثلا يعني واقول له ان انا عاوز اعمل سينت او اس وهديله النيم اللي هو سينت او اس وندخل جوه الباتش. تعالى انا كده تمام. انا دلوقتي دخلت جوه الكونتينر. تعالى نتأكد في اننا
عندنا المفروض في فولدر حصل له كرييشن باي ديفولت. لو عملنا ليست للفوليومز فهتلاقي فعلا ان اتكريت لك فولدر واخد راندم هاش من اللي مكريته هو الدوكر. يبقى اذا يا شباب الانونيمous فوليوم ده طيب من الفوليوم تايبس اللي بيكريت لك الفولدر ده هو الدوكر. لو جينا دخلنا جوه الدار ده فهتلاقي ان الداتا بتكون تحت الداير تاني اندرسكول داتا. تعالى ندخل نعمل ls فهتلاقي في داير اندرسكول داتا. تعالى الليست. طب تعالى هنا نكريت اي حاجه جوه الكونتينر. لاحظ ان انا هنا جوه الكونتينر فهقول مثلا ان انا عاوز جوه الباس ده اللي هو جوه الكونتينر cd ls اعمل تاتش لفايل .sh. المفروض يا شباب دلوقتي ايه اروح هنا لو عملت ليست ل اندرسكول داتا الاقي ايه الاقي الفايل ده. تمام. يبقى اذا ده بالنسبه للتايب الثاني في الفوليوم تايبس وهو الايه الانونيمous فوليومز. انونيمous يعني بيبقى واخد راندم هاش زي ده من اللي كان عامله لي الدوكر. طيب تعال نروح بقى للنوع الاخير معانا وهو ايه النيمد فوليوم، وده الاشهر والاهم في الفوليوم تايبس، حتى ده برضو الاكثر استخداما اللي هيقابلك في ايه في الشغل بتاعك. طب هو ليه الاهم والاكثر استخداما؟ لان انت لو لاحظت في الفوليوم تايبس اللي قبل كده ان انت بتكون محتاج تعرف هو الفولدر او الداير اللي انت مستخدمه كفوليوم متكريت في انهي باص بالظبط، سواء لو الدوكر اللي هو هيكريته لك او سواء لو انت اللي هتكريت الداير ده. طيب في الحالة بتاعتنا الموضوع مختلف. انت مجرد بس بتكريت الفوليوم فهو بيروح يستورد في سبيسيفيك باس. كل الناس عارفه ان الباس ده بيكون تحتيه اي فوليوم انت بتكريته. طب تعال نجرب كده. احنا لو قلنا مثلا انا عاوز اكريت فوليوم تبقى دوكر فوليوم كرييت ونسميه ماي فوليوم ونيجي نلست الفوليوم دوكر فوليوم ls فهتلاقي ان انت عندك فوليوم متكريت بالنيم اللي انت اديته اللي هو ماي فوليوم. طب هو ده اتكريت فين؟ بيكون موجود في السبيسيفيك باس اللي هو var lib docker ls. ادخل جوه الفوليومز ls هتلاحظ ان ده الفوليوم بتاعي اللي انا ايه كريته. لو دخلت جواه وعملنا ليست هتلاقي فيه الداير الخاص بالداتا اللي انا محتاج اعمل لها ماونت جوه الكونتينر. فلو جينا دخلنا جوه الداير ده فهتلاقي ما فيهوش اي حاجه لسه. فتعال نرن كونتينر ونعمل ماونت للداتا جوه الكونتينر عن طريق النيمد فوليوم. فهنيجي هنا كريت دوكر رن داش الاي تي داش النيم سميه سينتوس داش الفي. هديله النيم الخاص بالفوليوم وليس السبيسيفيك باص. يعني لاحظ ان انا عندي الماي فوليوم ده ليه سبيسيفيك باص. فمثلا لو جينا رجعنا هنا وعملنا بي دبليو دي فهتلاقي ان ده السبيسيفيك باس اللي انا ممكن اماونت بيه. بس المعروف ان كل الناس عارفه ان انت طالما انت كريت فوليوم فهو بيبقى بيروح يدور في الباس ده. فانا مش محتاج اوصله الفول باس، انت بس محتاج ان انت ايه تبصيله النيم بس بتاع الفوليوم اللي انت كريته بيه. طب فانا هماونت احط النيم واحط الباس جوه الايه الكونتينر. هنخليه مثلا var lib ونخليه داتا ونحط الايمج سينتوس وباتش. تمام. دخلت جوه الكونتينر. لو انا كريت اي حاجة على الفوليوم فالمفروض اشوفها جوه الكونتينر. يعني مثلا خلينا احنا دلوقتي
جوه الفوليوم بتاعنا اللي هو ماي فوليوم اللي موجود على الدوكر هوست. ولو دخلت جوه الداير اللي هو سلاش داتا وكريت وليكن تاتش فايل دوت اس اتش، فهتلاقي ان انا عندي فايل دوت اس اتش جوه الفوليوم بتاعي اللي هو ماي فوليوم. لو دخلت انا جوه الكونتينر بتاعي في الباس ده، فالمفروض اشوف ايه الفايل اللي هو دوت اس اتش. تمام. يبقى ده باختصار اهم نوع معانا في الفوليوم تايبس، وهو الايه، وهو النيمد. خلي بالك برضو ان انا نسيت اقول لك ان من اهم ميزات الفوليوم تايب اللي هو النيمد فوليوم ان انت تقدر تشير الفوليوم ده مع اكتر من كونتينر في نفس الوقت، فبذلك هو يعتبر ايه، يعتبر شيرد فوليومز. طيب يا شباب، كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات الدوكر ان كوبرنيتس. خدنا في الحلقة الخامسة الاستورج في الكونتينرز، وعرفنا التايبس بتاعت الاستورج، وقلنا اول نوع اللي هو النون بيرسيستنت داتا، وتاني نوع اللي هو البيرسيستنت داتا، وعرفنا ازاي اسيف الداتا جوه الكونتينر باكثر من فوليوم تايبس. خدنا اول طيب معانا اللي هو الهوست فوليوم، وخدنا تاني طيب معانا وهو الانونيمous فوليوم، وخدنا اخر نوع معانا في الفوليوم تايبس، وكان اكثرهم استخداما والاشهر واللي هو بيستخدم تقريبا في البرودكشن او في شغلك يعني ان شاء الله، وهو النيمد فوليوم. اتمنى ان شاء الله ان الحلقة تكون وافية بالمعلومات، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة السادسة من سلسلة حلقات الدوكر عن كوبرنيتس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.